أهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج ذاكرة ليست للنسيان. ذاكرة اليوم هي استمرار لحلقة سابقة كنا قد خصصناها للراحل عبد الرحيم بوعبيد، أحد أعمدة الحركة الوطنية وأحد الفاعلين الأساسيين في المسار السياسي للمغرب، والذي سنتوقف عند بعض محطاته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بمراحل صراعه مع الحسن الثاني. لمناقشة محاور هذا العدد أو هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف مجددا السيد محمد لومة، أحد الكتاب والباحثين في مسار الحركة الوطنية وجيش التحرير المغربي. إذن السي لومة، كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند ارتفاع وتيرة الصراع ما بين الحسن الثاني، الراحل الحسن الثاني، وايضا الراحل عبد الرحيم بوعبيد، وخاصه الحادثه المرتبطه او ما هو معروف تاريخيا بحادثه الطائره. اذا كان ممكن تحدثنا شويه على هذه الحادثه وكيفاش انها ساهمت في الرفع من منسوب التوتر بين الحسن الثاني والراحل عبد الرحيم بوعبيد. نعم. هذا الشد والجذب ما بين الرجلين على كل حال جات مرحله اخرى بان عبد الرحيم ما بقاش ديال راسو، هو ديال كتله العمل الوطني، الكتله الوطنيه اللي كما قلت كان فيها علال الفاسي، فيها حتى المحجوب بن صديق، وفيها طبعا عبد الرحيم بوعبيد. جات محاكمه مراكش كبرى، انا خصصت لها كتاب طبعت فيه واحد الطبعات الى اخره، كان بتقديم النقيب بن عمر وسي حبيب فرقاني، لان الملف سميتوه الفرقاني ومن معاه. نعم. ومن معاه 173 فيهم اليوسفي، فيهم الفقيه البصري، فيهم عبد الفتاح صباطه، المهدي العلوي والى اخره. هذيك المحاكمه ادار الدفاع عنها يعني باحكام واقتدار الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد. وطبعا بسبب ما تقرر ان تكون الجلسات في مراكش. هو السي عبد الرحيم ومعه الدفاع فهموها على ان لتعويق مهمه الدفاع، لا سيما كاين اجانب، الذهاب لمراكش، لوطيل، تغذيه، تمطيط الجلسات الى اخره. وعبد الله ابراهيم الله يرحمه كتبت له مذكرات هذيك المرحله، كان كيجي عنده السي عبد الرحيم كيتشكل ويقول راه كذا شي، راه سيدنا قال لي راه دوك صحابك ربما خص شي اعدامات يدوزوا باش ننفسوا هذا الضغينه. قال لك انا قلت له شوف عبد الرحيم، الا 3 4 غيتعدموا غيتبعوهم الاخرين، كاين البقره البيضاء تبع البقره السوداء، وياك تفتح ذاك الباب. العمل في ملابسات ساهم فيه النظام وساهمنا فيه نحن رفاق ديالنا. طبعا كان هما اكتشفوا ذاك الاخ ديالنا في امزميض، هذاك مناضي، ولقاو عنده سي شجره عبد الرحمن، ومن بعد لقاو خلايا اخرى في تحناوت ومراكش، وبدات من بعد نفضل البدايه مجموعه المنوزي واليزيد البركه والى اخره. فالدفاع داره السي عبد الرحيم باقتدار وخرج باحكام على كل حال، ولكن اللي عاونوه هو انقلاب الصخيرات، لان قيل له الانقلابي كانوا غيطلقوا كاع سجناء مراكش ديال بولمهرز لتقويه الحظوظي في الحكم، والاخر قال لك ودي لها والله ما نطلقهم انا قاعد سميتو شنو. بدل ما هذاك النائب العام كان كيطلب لنا 50 اعدام، لان هذاك وكيل الملك اكتفوا باعدام واحد حضوريا، هو صديقي رفيقي الله يرحمه سعيد بن عيلات اللي درت له مذكراته، وراه 4 اخرين 5 في حاله فرار، فيهم فقيه بصري، فايتو ايتي الدر الى اخره. ثم كتجي مرحله اخرى لعب فيها دور السي عبد الرحيم بوعبيد، المحاكمه ديال دهقون ومن معاه، ديال احداث مولاي بوعزه، احداث الدار البيضاء 73 في اواخر 73، هي 3 مارس ولكن المحاكمه في اواخر 73. وعلى كل حال هذيك محطه ساخنه اخرى ذات اوار ديال التوتر ما بين الرجلين. اذا قلنا 71 73 74 عندنا محاوله اخرى في مكناس فيها الورديغي زهير ومعاه تقريبا شي 60 70 معتقل على خير، هذاك داز بخير، لقاو فيها اسلحه وداك الشيء داز بخير على خير، ولكن ظلت الاصابع تتجه للجزائر، هنا مصدر السلاح هي وليبيا. وعلى كل حال
حنا الرفاق ديالنا وقادتنا كانوا كيتصرفوا على انه اطار مغاربي واحد، عاوناهم في استقلالهم، وحنا في المحنه ديالنا خص يعاونونا. الجزائر ما كنتعاونش حنا مع عدو. نعم. دوك مواد القانون العسكري لا تنطبق في مثل هذه الحاله. وحتى جيش التحرير المغربي كانوا فيه جزائريين، والعكس صحيح. في الجزائر واحد العدد الشهداء مشاو لنا من القاده. جاء التوتر الاخر هو ديال نيروبي. كتقصد 1981 المؤتمر في نيروبي واللي كانت مدرجه فيه قضيه الصحراء المغربيه. نعم. وتقرر على ان يحال الملف لمنظمه الوحده الافريقيه قبل ما تتحول الان الى الاتحاد الافريقي. ولكن عبد الرحيم كان حذر انه غادي تولي قضيه ندخلوا معنا طرف دولي يبدا يقرر معنا في هذه الامور هذه، وما كانش باش نوضحوا للمشاهدين انه الموقف ديال عبد الرحيم بوعبيد كان الرفض ديال الادراج الاعتراف بقضيه الاستفتاء في الصحراء. لا قبل الرفض يمشي معاه يرافقوا الى نعم. نيروبي المؤتمر. والحسن الثاني تقلق دا مع عبد الواحد راضي بانه راه اذا من نفس الحزب عضو المكتب السياسي، زعما راه خدينا من عندك واحد صافي اجماع. واش كان بالموافقه ديال عبد الرحيم بوعبيد او بغير موافقه؟ عبد الرحيم عبد الرحيم سبق ورفض 100 مليون في منتصف الليل ديال تمويل الاحزاب السياسيه. دريس البصري قال له ما ناخذش الفلوس انا ما عندكم، ديروا قانون ديال الدعم، على اي اساس تعطيو الفلوس؟ خص يكون على حساب الاصوات المعبر عنها. نعم. في البرلمان وغير البرلمان. مشى دريس البصري غفلوا داهم اليازغي في حي الليمون وخداهم من عنده. اليازغي تسلم 100 مليون. غضب عليه عبد الرحيم عمل تشاور فيه التليفون حداك. نعم. وحنا كنسد هنا كتحلي انت من ليه. ولذلك هذاك مبلغ شرا فيه ذاك المقر ديال الان ديال الشيبه الاتحاديه قدام شاتوبريون فاكدال ديال الحزب. ومن بعد الحسن الثاني اضطر لاحقا يعجل بتقنين الدعم. نعم. هذيك خناشي ديال منتصف الليل توقف. خنشا سميتو هذاك صاحبنا ديال الاتحاد المغربي للشغل سابقا سميتو الحزب الوطني الديمقراطي، وخنشة اخرى العثمان وخنشة اخرى سميتو القديري. كتقصد القديري؟ عبد الله القديري. القديري. وكاين الاخر على كل حال دابا نذكر سميتو. طيب لذلك نتوقفوا عند هذه القضيه ديال المؤتمر نيروبي لانه هو اللي غادي انا جاي ليه غتكون عنده تبعات فيما بعد. انا جاي له العلاقه اللي كتجمع الحسن الثاني بعبد الرحيم بوعبيد. لما مشى تما وانا عندي واحد السيد كان في الوفد عطاني بزاف الاسرار واعتمرني عليها، قال الله يخليك ما تقولش كل شيء. انا راه كنت مقاوم وكنت في جيش التحرير وكنت مؤسسي لادجيد، مؤسسه الابحاث والدراسات اللي تابعه للدفاع الوطني، ما تابعه للملك، ما تابعش حتى للدفاع الوطني. سميتو الكولوني ماجور مصطفى العبدي، كنخدم معاه حتى توفى. قال لي راه مشيت مع سيدنا تما وكنعرف انا شويه الانجليزيه لان اشغال اللجان كلها بالانجليزيه. نعم. كان سي مصطفى كينقز من لجنه لجنه كينسق وكيبلغ الملك. على كل اتخذ قرار، يعني الملك اعلن موافقته على باسم المغرب على قبول الاستفتاء. يعني في حين ان عبد الرحيم بوعبيد كان كيرفض الاستفتاء لانه كان كيعتبره نوع من التنازل حول حنا جايين لك المغربي ديال الصحراء. حنا جايين لك لانه عندما اعلن الخبر الجزائريين طاروا عليه ونشروه في وسائل الاعلام انه المغرب قابله كذا كذا كذا. سي عبد الرحيم هنايا وهايله فدعا لاجتماع المكتب السياسي، وكان سي بطومبر كان يعني شهر ديال العطل. شكون اللي جا عنده؟ جا حبيب فرقاني ومحمد منصور ومحمد الحباوي والثاني، هما 5 الناس اللي جاوا من المكتب، اعضاء المكتب السياسي. شحال كان في المكتب السياسي؟ وهذا تكون شي 17 ولا 18، ولكن الاخرين اللي ما جاوش لا الناس عطال بسبب ولكن العطله وانهم قبلوا التحول في الموقف. السي عبد الرحيم خصو قرار وجات الازمه سريع. 5 الشهر اعلان قرار في نيروبي، 7 دار اجتماع عندنا والى اخره. ولذا الصياغه الفرنسيه لك التحفظ المغربي نتحفظ من ان يؤدي هذا الى كارثه قضيه وراه فيها حتى الاستفتاء ديال التراب الوطني والشعب وعدم تغييب الشعب. والى دار بلاغ وطلقوا، ولكن دار رسائل
خلاها في المكتب ديالو في أكدال، في المحل الحالي اللي تشرى ب 100 مليون في المكتب ديالو، قبل ما يديروا محل ديال حي الرياض، موجهه لخمسه اعضاء ديال مجلس الامن الامم المتحده، 5 الدائمين، في بريطانيا وفرنسا وامريكا والصين والاتحاد السوفيتي انذاك، مازال ما كانش روسيا الاتحاديه. توقيع من عبد الرحيم بوعبيد. اي والخمسه اللي حضروا مع المكتب. لا المكتب السياسي دار هو يعني كيتحمل مسؤوليه على الاخرين الخمسه اخرين، ولكن حضروا 4 هو الخامس. نتحفظ، يبدا تحفظاتنا انه هذا ماشي بداك الطريقه الجلفه نرفض كذا 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 كذا. الحسن الثاني رمز ديال الدوله. نعم. ولكن كان ينبغي ان يتم العوده الى الاليات المعمول بها دستوريا على الصعيد الدولي، الناس ربما يشوفوا استفتاء ولا شي حاجه باش يبرئوا الذمه ديالهم. نعم. حدث هذا في تقريبا 7 الى اخره، وصل الخبر الحسن الثاني، وجات اجراءات كتسمى لي ديسيزيون اربيترير، اعتباطيه ما موزوناش. نص هذا الليل جاو الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد لدارو، كانوا هما في لابلاج هو ووليداتو، كانوا كياكلوا في الطبله، مشى يحل هو، كان مسكين يلاه كدا يتقاشر في رجليه، حل لقى الجيش كيجروا لبرا. وكي بالتاريخ بالضبط في 9 شتنبر 1981 تقريبا. دابا انا لا تحضري لنا ارقام كثيره باش تعقل على كل شيء. المهم تقريبا في 1981 اي ما بين 8 و 9 شتنبر 1981 بغاو يجروا لبرا، كتجري نجاة مراتو، علي ولدو، اخرين كيغوتوا. سي عبد الرحيم كلامه مقبول. شكون نتوما؟ هويه ديالكم البوليس، فين السيره ديال البوليس؟ اسكو وزافي ان موند داري؟ ماشي انا غير اجي نجر بنادم، وانا ماشي شخص عادي، شخصيه عموميه، امين عام حزب ومن قاده البلاد الى اخره. نصاص اللي كتجروا فيها بحال سرق الدجاج الى اخره. ثم حاله التلبس ما كايناش، وخص المحامي ديالي يكون هنا. واحد فيهم واحد الفاهمي قال له سميتو المحامي ديالي، قال له اسمه محمد الفاروقي، قال له حتى هذا كان مطلوب، هذا حتى هو. جر واحد قال له شوف اصاحبي تحشم شويه على عرضك اللي مطلوب هو الفرقاني ماشي الفاروقي. ويلي هذاك راه عضو المكتب السياسي في مراكش ساكن، وهذا محامي ماشي في المكتب السياسي. بداو كيغوتوا عليهم، قالوا دابا تجي السياره ديال البوليس نجيو فين غاديين به وملكات الاعتقال، والمحامي يجي محمد الفاروقي. المهم هذاك الصباح الاسود كما سماه الاستاذ النقيب الصديق سي نقيب محمد الصديقي، قال لهم هذا يوم اسود في تاريخ المغرب. واحد من القاده الوطنيين جروه بنضربوا بديك الطريقه المهينه هكذا شي الى اخره. قال لهم اولا لا توجد هناك شروط قانونيه لحاله التلبس، ما كايناش. المذكره ديال الاعتقال ما كايناش، هذه خطيره هذا كذلك. ولباس ديال الشرطه وسيارتها والى اخره الى اخره. طبعا ديك الليله داو الكوميساريه والعائله تبعهم من اللور باش يتاكدوا فين داو، ولكن ما رحموش هذيك الليله، بقاو مع شي مضايقات. السير كان متقاشر. رانا هذوك اللي داروا هذه الاجراءات كلها ما خصهمش يدخلوا مقر الحزب في الليل كما داروا في الكتابه الاقليميه ديال الحزب في 16 يوليو 63. لا غير يبان الضوء ديال 8 الصباح داهموا المقر وجيبوا لنا رسائل ديال مجلس الامن نشوفوا شنو فيهم، وعاد نطلعوا في التدابير اخرى. ايوا السي اللي هنا مسكين كيعسى هكذا 8 الصباح جا صونيت حل هو يتهز في السماء، شي عمالقه هزوه غادي يبين المكتب ديال عبد الرحيم بوعبيد او ما عارفين. حلوا لقى نفس المضمون، تحفظ من قبول استفتاء حول الصحراء المغربيه المسترجعه كذا 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 كذا. وقالوا يلاه زيد وغاديين به. خص يقلبوا على الاخرين، خص يقلبوا على الفرقاني قال لي هادي انا كنت في مراكش مشيت نتقضى شي حاجه في كيليز، تبعوني البوليس ودغيا لقاوني بسهوله وجابوني. الحبابي واليازغي تخباو تما في الرباط، حتى طلب منهم السي صديقي وعبد الرحيم في المرسكم، راه القضيه صافي ما بقاش فيها مجال ديال قدموا الرسوم، ومنصور جابوه
الدار البيضاء. فتحت يعني المحاضر مع وكيل الملك، وجابوا من شي قضاة صغار في السن، بينما الناس كبار في العمر وداك الشيء، بحال شي رموز كتلعب تما، شي يعني اغفال المكانه الاعتباريه والتاريخيه ديال الرجل. وحطيت معاه حتى لا حتى منصور، حتى هو راه من كبار المقاومين في منصور. راه شي ثلاث القبور كان محفورين ليه هو لتنفيذ الاعدامات، لان قضايا كثار في الدار البيضاء. نعم. بما فيه قنبله ديال قتال الجزائر. ايوا على كل حال تقدموا المحاكمه. 190 محامي تنصبت على راسها صاحبنا الصديق النقيب محمد الصديقي، اللي تصدى لهذه الظروف ديال اللا قانونيه ديال الاعتقال وكيفاش تمت الى اخره. وقال لهم المصيبه الكبرى انه السي عبد الرحيم اللي تفاوض على الاستقلال الوطني الان يتابع بالفصل 135 ديال كل ما مشي اليه ديال الحمايه. راه سبق ولا داز عليه هذاك في الاربعينات هو ورفاقه. وجدتوه دابا فصل اخر ديال المس بالسلامه الخارجي ديال الدوله، الفصل 188 من القانون الجنائي المغربي. نعم. وهذا القانون الفصل 88 نادرا يدوز. يلاه داز قدامي مذكرات المرحوم الحاج احمد الشرقاوي ولادو عربيه فرنسيه، لان كان داز انتخابات 63. المواد الامريكيه ديال الزيت والحليب والسكر وداك الشيء الاخرين لعبوا بها الحمله باش شراو الاصوات. نعم. وهادو حمد الشرقاوي ورباعته ما رضاوش يتقادوا الكتاف مع الاخرين مع المرتشين. بما فيه الفديك الحزب ديال قديره صديق الملك رضا قديره، فهما يمشيو للسفير الامريكي في الرباط. نحتاجوش هذيك الاحتجاج، كتعطونا مواد غذائيه لمحاربه الهشاشه الاجتماعيه، ماشي لشراء الاصوات نطلعوا مؤسسات مزوره وبرلمان مزور. حنا ما بغينا كاع النجاح اللي تعلن، حنا ما بغيناش كاع. شوفوا الرجوله كي دايره. استدعاو مع حرزان اللي عنده كان وزير الدفاع ويعتقلهم. نعم. باش يخدمهم الفصل 188 حتى هو عبد الرحيم لان عطاو كيفاش المغرب الملتزم خارجيا بكذا كذا كذا وانت ضده. ها جوج 135 و 188. شوف بان لك. نتائج هذه المحاكمه، نعم، الاحكام اللي صدرت على القضاء ديال اش المحاكمه ديال عبد الرحيم بوعبيد والرفاق ديالو. اذا الاحكام صدرت كالتالي: في فجر 24 شهر، يعني من الاعتقال حتى هذيك يلاه شي 12 13 يوم، داكشي متسارع يعني ما كاينش. اعطاهم يعني 3 سنوات سجنا لعبد الرحيم بوعبيد واليازغي وسميتو والحبابي. لماذا؟ انا فاش قلبت لقيت على انها لان المتابعه على اساس ما كتبه في مذكرة عبد الرحيم بالفرنسيه. قالوا انتم قلتوا بالفرنسيه راه انتم داعيين معاه. والفرقاني قرا بن يوسف ما قداش الى اخره، عطاو عام مع ايقاف التنفيذ، ومنصور عامين مع ايقاف التنفيذ فرنسيته كذا كذا. هذا هو التمييز اللي لقيت انا سولت كيفاش. دابا الدخول للحبس كي داير؟ دابا كاين شي اخوان السجن العلو، دابا كاين شي اخوان سامحهم الله كانوا معاه تما، لان كانت الاعتقالات قبل منهم انا في صفوف الحزب الى اخره. ف غادي نبي السجن العلو مع المغرب. انا كنعرف انا كسجين سابق كذلك كنعرف على انه هناك تعداد للسجناء قبل الظلام. هذاك الجديد كيستلم من القديم الغرف والاسماء وكياخذ السويرتات، والاخر كيمشي في حالاته. يلا كملوا سدوا الغرف. جا واحد سميتو الشاف دريس مساعد المدير ديال السجن وصاحب السكتاوي كان معتقل تما. نعم. واش له ديال منظمه العفو الدوليه. قال له لا قبل ما يكون العفو قبل منها. قال له السكتاوي عتقني راه واحد المشكل، راه جابوا السي عبد الرحيم بوعبيد. قال له واش جابوا كزائر؟ قال له كان معتقل. واش غيدير لك انا؟ قال له لا كنت توقف معايا. قال له راه ما عنديش بيت اللي يليق به. زين سنه واحده في هذاك براضي اللي جابني من هذاك براضي، هو شوف كي دير معايا يخرج لي من تما. والكواش راه كاين شي كواش جداد جاو
باش عرفتي السي عبد الرحيم ما يفرشوا باش يتغطى ويتوسد. قال له حلي الباب، ما كيتحلش الباب في الليل شي حد، هنا مشكل عويص. حلوا الباب، مشى لعند برادي قال له اخ برادي الله يجزيك بخير، هذا كيف عبد الرحيم؟ راه انا معتقل، لا ودي انا هنا جابوني نبني من هنا تقول لي ندخلوا السيلول، لا لا ابدا. ها دينا فضيحه، راه قال له راه السيد مريض وكبير في السن، وقنعوا باش يدي له زنزانه اخرى، فهمتي؟ ويعطيو زنزانه الفريق. جاب الله قال لي الكواش، جاو كواش جداد هنا عيينا، قال لك نشكيو الكواش هذوك فيهم العدوى ديال الحكه وديال الامراض والجمل وكذا، جاو كذا خدم منهم 4. السي عبد الرحيم 2 يفرشهم، وحده يتوسد بها يبرمها، والاخرى يتغطى بها، هي 4 ديال الكواش. ثاني يوم عاد كيخلط عليه الفرقاني ومنصور الى اخره. ولكن في ديك الاثناء فاش وجد البيت ودخل السي عبد الرحيم تما وجلس الى اخره، داز الاتحادين ديالنا شكون ذاك الطاقات، قال لهم السي عبد الرحيم راه معتقل هنايا، ضربوا طي. هذا الا قلنا اسمائهم ماشي من المصلحه ديالهم، ما قالوا والو، راهو الان اسماء معروفه في السجل ديالو، ما هضروش. داز الواحد خينا دابا واحد الاخ ديالنا اتحادي سميت ميسور قال له كذا، كيفاش هذا حقوقي بدا كيغوت عبد الرحيم، هذا عار ناض السجن كله كيهتف. طورت ديك العمليه هذيك. وعلى كل حال جات الرموز، لان هذا كله عقوبه ديال الرموز، لان حتى الغرفه قال لهم ديك الغرفه فاش كان عام 44 كذا هو بدل المراه كانت 1 ولات 14. نعم. داو ليها تما الى اخره. وقيل قال لهم ودي فين شي حي شي اقليم كيتباعوا فيه الحمير بكثره، قال له كاين ميسور معروفه، قال لهم ديهم لتما باش يديروا عقلهم 3 يقال. نعم. هذا تفسير ديال البعض. جابوا سياره ديال السجن ما فهم يتشاف، لا مورتيسو لا الكاردات، سياره ديال السجن وبلي مينوط من هنا حتى الميسور، وخشاوهم تما بحال البضاعه وغاديه في لي فيراج. وتصور يا اخي بدايه اكتوبر، لانه دابا حنا الاعتقال تم في سبتمبر، اذا حوالي 20 ولا شي حاجه اكتوبر غادي يديهم تما، وصلوا تما كاين. فالعائله كانوا كيمشيو حتى تما، كانت نجاة ولادها ولا سي محمد الحيحي الى اخره، وكان كتجي هليكوبتر طلع لهم مره كيقولوا عبد الرحيم هادو صحابنا يجيو حنا قروده هنا، دخلوا لداخل، غير كتسمعوا الهليكوبتر دخلوا لداخل. من بعد قيل لهم ان كيدير مذكراته. ايوا في السجن ديال هذه الزاهيه ميسور مذكراته، هذه مشكله عاود مع اصحاب القرار. مذكراته واش غيدير فيها؟ غادي يدير فيها البيضون ديال الاغلاط كامله. فجات واحد العدد ديال الجهات كتستنكر على الملك هذه المسائل هذه، وان هادو من قدر البلاد اللي ما خصهمش كاع يخرجوا من السلطه، يبقاو ديما حداك. فقرر على 28 دجنبير يطلقهم. شحال مضى تقريبا في ميسور؟ من تقريبا الى قلنا الى حسبتيها ما بين 9 سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير، مجموع 6 شهور. نعم. فجاوا يبلغوهم بالعفو، قالوا لهم لا شوفوا المذكرات ما يزهقوش. اللي كتبها عبد الرحيم بوعبيد خرجوا لبرا كيتشمسوا، جمعوا لهم حوايج ومذكرات، قال لهم طلعوا للسياره. ولكن العائله من بعد السي عبد الرحيم دار مذكرات اخرين وكذا، ونشرت في الاتحاد الاشتراكي كما قرأ الجميع. نعم. حوارات غريبه مع ولي العهد ومع الحسن الثاني لاحقا. هاد المحطه ديال نيروبي حقيقه محطه مؤلمه، وحفرت واحد الخندق ديال التوتر والعداء ما بين المؤسسه الملكيه واليسار ديال الحركه الوطنيه. وإن كان على كل حال يعني
دار شيامات استدعى الحسن الثاني استقبلوه في مراكش يضحك معاك هذاك هذاك ما مقلق عليا ياك. لان هذا هو الغريب انه رغم التوتر اللي كان ويوصل للحده ديالو بالاعتقال ديال عبد الرحيم بوعبيد، كيتقال بانه كان هناك واحد النوع من العلاقه الثابته ما بين الرجلين. علاقه قويه، ولكن علاقه في جوفها حدثيات لانه عبد الرحيم فايتو ب7 سنين ديال سميتو وتجارب وتفاوض مع إدغار فور، وكان جالس عنده في الدار كاع مع إدغار فور رئيس الحكومه الفرنسيه. هاد الاوراق ما عندش الحسن الثاني هذاك، كان في يديك ديالها كيكره الحركه الوطنيه كديرها. ولذلك تم حفر واحد هذا وكديرها ساهم في هذا وباعد بين قاده الاصدقاء. هادو اصدقاء هادو كان محمد الخامس كيستقبلهم بالكفر ديال ولدو باش الفرنسيين ما يشوفوهمش. المهدي هو يتخبيهم من اللور باش يدخلوا يتشاوروا مع محمد الخامس. فمع الاسف يعني كاع حركه التحرير الوطني اللي كان قاري عليها وانا كنعرفها كيبقاو في السلطه تيموتوا وكيسديو لبلادهم افضل الخدمات. الا المغرب عندنا بحال عبد الرحيم بوعبيد عوقب اشد العقوبه بهذا الاخر، وجاب اسماء ما نبغيش نقول لهم هنا في هذا اسماء الا بغيت تقول نكرات جابهم. ولكن من بعد هذه المرحله ديال التوتر رجع واحد النوع من الود ما بين الرجلين، لانه غادي يساهم فيما يسمى بالانتقال الديمقراطي فيما بعد. ذلك الاعتقال بقى في السي عبد الرحيم، لان باش دير البلاصه ديال سجن الحق العام اللي سرق 10 دجاجات و4 البيضات وهذا قاستو فسميتو وضعوا الصحي غادي للور فهمتي. واخر شي الحسن الثاني في سميتو في البرلمان قال لهم ادعيوا لاستاذنا بالشفاء العاجل كذا. المقعد ديالو كان خاوي. نعم. سيد كذا على اخره. وهذا هو بالنسبه لك عبد الرحيم بوعبيد بهذه المواصفات ديال رجل الدوله اللي وصفتيه منذ البدايه ديالو منذ الخمسينات الستينات السبعينات ثم في الثمانينات، هل أنصف كرجل دولة في المغرب؟ لا لن ينصف. نقول لك علاش. معظم التدابير الاقتصادية والاجتماعية اللي على أساسها تقوم نهضة المغرب الآن هو اللي دارها، هو عبد الله إبراهيم. ديك الحكومة ديال 22 23 شهر وغيبت سميتو لأنه كان ولي العهد عليه ضغط فرنسي وامريكي باش يمسح هاد تدابير الاصلاح الزراعي، تدابير استيراد النفط من ايطاليا، تدابير الصناعه كذا شيء وصناعه المحرات هذا شيء وتطوير مناجم الحديد في الناظور وواحد العدد ديال وبنك المغرب والدرهم المغربي فصل مع منطقه الفرنك الفرنسي. هذه الاشياء وجعات الفرنسيين والامريكيين وجعاتهم. راه عاد جانا وزنهار جا قبل ما يموت محمد الخامس عاد جا هنايا وتم لان عبد الله ابراهيم قال لي مشيت لعندو وهضر معاه بالانجليزي لان قرا شي الانجليزيه تعالوا قال لي غادي يجي تما نخوي لكم القواعد وفى بوعده. ولكن الفرنسيين مازالين سنوات اخرى هما هنا. نعم. اذا رجل يعني قليل من الوفاء في حقه. تذكر ما أسلاه لوطني ولشعبه من تدابير لدرجة نكمل بها القضية راه بالغة جدا. نائب رئيس حكومة وزير اقتصاد كيجي من البطانة فاش كان وزير الاقتصاد وكيجي القصر الملكي بداك السولكس. الناس وصلوها لمحمد الخامس. محمد الخامس كيستنى حتى قبطوا بالتلبس. سي عبد الرحيم محشوم عليك دابا انت كذا شيء الى اخره وبليمو تاع الشيفرولي كذا شيء هذا هكا بريس. قالوا نعم راه ما كنعرفش نسوق. قالوا نعلموك كذا ناخذ لك الشوفور ودابا الى اخره. وتصور قالوا بعض الاتحاديين سي عبد الرحيم كاين واحد تما راه اتحادي قالوا له استقلالي اتحادي في فلا سميتو الحاج اي توبا غيعلمك. وبدا كيعلمو بديك الساعات الاضافيه اللي عنده الساعات الخاويه عنده كيعلمو. ولكن عبد الرحيم ما عمره قدر يتعلم السياقه بقواعدها. ديما متهور في السياقه ديما كيكسري. نعم. فهو بغى يجازيه. قال للناس الله يخليكم راه السي اي توبا وقف معايا قولوا له
انا بغيت نعطي عندي شوفور عندي في وزاره عندي وزاره الاقتصاد الوطني، منظمه مزيانه مخزني كذا كذا بالغوال، بدا كيضحك هذا كيتوبا. يومين 3 ايام قالوا نعم سيدنا عرضك على العشاء عندي في داري. يا عبد الرحيم السلا لقى لك اسيدي الرايات والزرابي وماكل على الشكال هو الشوا هو مول على شكون هذا؟ قال له سيدي هذا الحاج يتوبا اوه بغى يعطيه شوفور. شوف الناس كي دايرين داخل السجن راك داير شحاطه، راه الصور ديالو تما كاين مجريه. ايوا الماكل كتجي الماكل يقول له والو يتقسمها لشي السجناء. واحد المره جا الخليع تما قال له ما يقيس حد هذا الخليع هذا، قال له والو. شوف الاخلاق ديال الرجل. نعم. اذا في الحقيقه سي لوما الجلسه معك ممتعه، واسترجاع هذه الاحداث والوقائع التاريخيه من تاريخ المغرب اللي مفقوده عند الكثيرين مهمه ايضا، وخاصه بالنسبه للاجيال المقبله. واكيد انه غادي تكون عندنا لقاء بك مع شخصيات اخرى في حلقات قادمه. وانتم مشاهدينا اضرب لكم موعدا في حلقه جديده من برنامج ذاكره ليست للنسيان.